اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفه لذيذه جدا جدا وبسيطه وجميله جدا جدا. لو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتدوسي على علامه الكل. ولو حبيبه قلبي متابعيني متنسيش تقولي رايك في الكومنتات. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل فريك بالفراخ في الفرن بطريقه جميله جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هعملها، جبت بوله حطيت فيها بصلايه كبيره مفرومه في الكبه، ونزلت عليها بشويه من توابل الفراخ وشويه من البهارات المشكله اللي هي بهارات لحمه برضو، عباره عن فلفل اسود وجوز الطيب وحبهان ورق لورا وجوز الطيب وشويه ملح. دعكت البصل قلبت البصل كويس اوي في قلب التوابل اللي انا حاططها، وبعد كده هبتدي اتبل الوراك بتاعتي بيها. لو انت حابه تعملي الوصفه دي بالفراخ مفيش اي مشكله، حابه تعمليها بالوراك بس مفيش اي مشكله. انا هنا عندي الوراك بتاعتي زي ما انتم شايفين بتبلها، وبتبلها من تحت الجلد كويس قوي. هتبلها كويس قوي واسيبها في التتبيله حوالي ساعه، وبعد كده هجيب حله احطها على البوتاجاز فيها ميه بتغلي، وهنزل بالوراك تستوي نص سوا. طريقة تتبيلة الوراك قبل السلق بتدي طعم حلو قوي قوي للشوربة، وبتخلي طعم الفراخ مختلف عن لما بيكون مسلوق من غير ما تتبل. ب- الوراك الفراخ بتشرب من قلب التتبيلة فبيبقى طعمها جميل جدا، جربيها ان شاء الله هتعجبك. وبعد كده جبت حلة حطيتها على البوتاجاز، ونزلت بحوالي معلقتين من السمنة على ربع كوباية من الزيت. هسخن السمنة والزيت كويس قوي، وبعد كده هنزل بحوالي بصلتين مفرومين في الكبة او متقطعين مكعبات صغيرة، مفيش اي مشكلة المتوفر عندك. نزلت بقلب البصل، هبتدي ان انا اشوح البصل كويس قوي في السمنة والزيت على النار لغاية ما يبتدي ان هو يصفر معايا. وبعد ما يبتدي ان هو يصفر معايا هبتدي ان انا انزل بفلفل حراق، قرن فلفل حراق وقرن فلفل رومي. لو انت حابه تستغني عن الحراق مفيش اي مشكله، تقدري تنزلي بقرن فلفل رومي. الفلفل بيدي طعم حلو قوي قوي للفريك، وبيديله ريحه جميله جدا. بعد ما نزلت بالفلفل وشوحته كويس قوي مع البصل، هنزل بحوالي طماطمتين، حبيتين من الطماطم مبشورين زي ما انتم شايفين كده. شوحت الطماطم كويس قوي مع البصل، بعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي. انا قلت التوابل بتاعتي نزلت بيها اي توابل متوفره عندك. انا هنا حطيت مرقه وتوابل لحمه، سوري، وتوابل فراخ وملح. لو انت حابه تحط اي توابل تاني مفيش اي مشكله. وبعد كده نزلت بمعلقه كبيره من الصلصه، شوحت الطماطم والصلصه مع بعض، وبعد كده نزلت بالفريك زي ما انتم شايفين كده. هشوح الفريك كويس اوي في قلب التتبيله دي على النار. مش عايزه اقول لكم ريحته جميله ازاي وهو بيتشوح في قلب التتبيله والتوابل، تحفه. جربيه ان شاء الله يعجبكم. بعد كده هنزل بالشوربه بتاعتي، هحط له الشوربه المظبوطه وهسيبه على النار لما يغلي ويستوي نص سوا. وبعد ما احط له شوربته هسيبه بقى يستوي، هغطيه يستوي براحته. وبعد ما يستوي هبتدي بقى ان انا افضيه في قلب صواني، واحط عليه الفراخ، واتبل الفراخ طبعا بتتبيله تانية بعد ما تطلع. شايفين شكله ما شاء الله عامل ازاي؟ تحفه، ريحته جميله وطعمه خطير. جربيه بالطريقه دي هيعجبك جدا 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 وهيعجب ولادك. اي حبايب قلبي، الفراخ بتاعتي انا هنا سلقتها 3/4 سوا، مش سوا كامل. هطلعها بقى، وبعد كده هجيب الفريك بتاعي هفضيه في قلب الصواني. شايفين شكله تحفه ازاي؟ انا هنا لما حسيت ان الكميه كبيره على قلب الصينيه قالب الباريكس، قسمته على صينيتين. هبتدي بقى انا ارص الوراك بتاعتي على وش، اهي شايفين الوراك بتاعتي. هبتدي بقى ان انا ارصها على وش الصواني. بس قبل ما هرشها على وش الصواني انا عندي هنا معلقتين كبار من الصلصه، حطيت عليهم شويه ملح وشويه بهارات، وحطيت عليهم شويه زيت واقلبهم كويس قوي ببعض زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده هرص الفراخ على وش الصواني بتاعتي. شايفين انا برصها ازاي؟ هتبلهم بقى، اتبلها كويس قوي بقلب بالصلصه اللي انا عاملاها. طبعا انا عندي الفرن على فتحها تسخن،
كويس قوي، عايزة درجة حرارة كويسة في قلب الفرن. بعد كده هدخل الصواني دي الفرن، وهوريكم طبعا شكلها بعد ما تطلع عاملة ازاي، تحفة وجميلة جدا. ممكن تعملي معاها شوية ملوخية، تعملي شوية سلطة، اللي انت حابة تعمليه اعمليه. لو انت ما عملتيش اي حاجة، هي برضو وجبة كاملة ومش محتاجة اي حاجة جنبها. تقدري تاكلي الفريك بعيش، تقدري تاكليه بالمعلقة حسب ما تحبي. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم ان شاء الله. ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة، ولايك لايك للفيديو وشير. شايفين يا حبايب قلبي انا عملت الفريك مع شوية سلطة وشوية ملوخية، شايفين شكله بعد ما طلع تحفة. والفراخ اهي ما شاء الله تحفة، كأنها مشوية، طعمها وريحتها تحفة. جربيها وان شاء الله تعجبكم. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.